بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب إني أثق أن لا يوجعني الزمن وأنت ربي ولا يضرني إنسان وأنت حسبي ووكيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهاردة بقى إن شاء الله جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد كله طاقة وحيوية ونشاط من اللي انتوا بتحبوها. طبعا انا عارفة اخواتي وحبايبي بيحبوا كل الحاجات دي بتشجعهم، بس عايزاكي بقى النهاردة لو انتي اول مرة تشوفيني وعجبك قناتي طبعا تنوريني وتبقي اختي كده من اخواتي الحلوين، وتشرفيني بقى كده بكلمة الاشتراك اللي تحت الفيديو. ويلا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. اليوم بتاعنا النهاردة كان عامل ازاي؟ يلا على طول على الفيديو. اكيد طبعا متشوقين تتفرجوا على الفيديو، انا عارفة ما تحلفوش، انا عارفة. بصوا بقى، اول حاجة كده صحيت الصبح كنت بصبح عليكم وبقول لكم انا هعمل ايه النهاردة. تمام، بصوا دي لحمة مفرومة بعمل فيها ايه وعاملاها ليه كده. انا لما بجيبها بحطها في مية، بنقعها في مية، بعد كده اخليها تتصفى كده وتنزل اللي فيها. شايفين المنظم ده جميل، بتخليه ده بتحطي عليه المعالق. لما بتيجي تطبخي مش بيخلي يعني مش بتحطي المعلقة على الرخامة وتفضل تطبع والكلام ده. لا، منظم جميل ويعني سعره لا يذكر، بس حلو جدا وعملي. رحت كده على طول جبت معايا البصل، وطبعا انتوا شفتوا اللحمة المفرومة مغسولة ومتصفية عشان الروايح اللي فيها تمشي. جبت البصل وحطيته كده في الهاند بلندر، بس لقيته كتير رحت فضيت منه شوية، وقلت ايه بقى، انا اعمل شوية صغننين احط لهم زيت واضربهم، بعد كده اكمل الباقي. ضربت كل الكمية كده، وبعدين رحت كنت حاطه الحلة على النار فيها المية، حطيت لها ملح وزيت وحطيت عليها المكرونة. احنا عايزين المكرونة بتاعتنا تستوي نص سوا مش سوا كامل، يعني لما نلاقيها استوت نص سوا كده خلاص ناخدها ونصفيها ونفتح عليها مية الحنفية على المية الساقعة. لازم تفتحي على المية الساقعة، ما تسيبيش المكرونة كده عشان ما تعجنش معاكي، ولو فتحتي على المية السخنة هتعجن معاكي، فانت هتفتحي على المية الساقعة. دي بقى اللي معانا دي صينية كده حطيت فيها سمنة بلدي من اللي احنا عملناها مع بعض جميلة وريحتها تحفة. وجبت اللحمة كده ورحت ايه بقى، الطاسة بتاعتك لازم تكون سخنة جدا، يعني تنزل على الطاسة كده تعمل تش. تمام، ليه بتعمل تش؟ عشان تحتفظ اللحمة بكل السوائل بتاعتها، عشان عايزين السوائل اللحمة تنزل السوائل بتاعتها وتشربها تاني. اللحمة بيكون فيها مية، لما بتيجي تحطيها في حاجة باردة مش بتطلع السوائل بتاعتها بتقطم معاكي. اما لو حطيتيها في حاجة سخنة فهي هتحتفظ بالسوائل بتاعتها، وبعدين تروح منزلة السوائل بتاعتها وتشربها. شايفين المية اللي نازلة منها والسوائل، احنا عايزينها تشرب المية دي. جبت البصل وصفيت منه شوية كده، هقولكوا ليه، هنشيلهم على جنب. جبت البصل بقى ورحت حطيته كده اهو على اللحمة، بعد ما شربت المية بتاعتها لازم تشرب المية بتاعتها والزيوت اللي فيها تطلع على وشها زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص قلبت البصلة كده في اللحمة. تمام، عندي قرنين فلفل، جبت قرنين الفلفل وقطعتهم. عندك فلفل تحطي، مش عندك براحتك ما تحطيش، بس بيخلي طعمها تحفة. جزراية بقى حلوة كده معاكي هتخلي طعم اللحمة عسل. بشرت الجزراية كده وقعدت اقلب في اللحمة عشان تاخد من طعم الخضروات، وانا لسه ما حطيتش اي توابل. مكعب مرق حطيته، حطيت هنا اهو 7 بهارات، بهارات لحمة، ملح لا لسه مش فيش ملح دلوقتي، فلفل اسود، كزبرة، حبهان، وفي كمان هنا هنعمل رشة جوزة الطيب اهي. جوزة الطيب انا ببشرها كده اهو بالمبشرة على الاكل على طول عشان الريحة بتاعتها ما تروحش والنكهة بتاعتها ما تروحش.
تمام. قلبت كده كل المكونات اللي معانا دي مع بعض. هنا في الوقت ده كان خلاص المكرونة استوت. هناخدها بقى نص سوا كده وهنحطها زي ما قلتلكوا ونصفيها. رجعنا هنا للحمة تاني، هنحط عليها معلقتين من الصلصة وهنقلب كده اهو. تعالوا بقى شوفوا هنحط ايه في اللحظة دي. هنا حطينا الملح. ليه ما حطيناش الملح في الاول؟ عشان الملح لما بيتحط في الاول على اللحمة مش بيخليها تستوي، فانا حطيته دلوقتي عشان خلاص هي استوت، بس لازم نطعمها. ده ايه بقى؟ ده فص توم، فص واحد بس. هتبشريه كده بعد ما خلاص قبل ما تطفي بحوالي 3 دقايق. ليه بتعملي كده يا صفاء؟ عشان ريحة التوم تبقى متوزعة في اللحمة كلها وحلوة. تعالوا بقى شوفوا البشاميل اللي بنعمله ازاي على البارد. شفتوا كتير اكيد طرق بشاميل مش على البارد، لكن ده بقى على البارد. هتجيبي لتر من الحليب وهتحطي عليه 3 معالق من الدقيق، وهتحطي البهارات بتاعتك اللي حطيتيها هناك، اللي هو 7 بهارات، مكعب مرق، وبهارات لحمة. ودي بقى مية البصل اللي احنا صفيناه. مية البصل اللي احنا صفيناه من شوية. حطيت ايه مية البصل كده اهو على البشاميل، وهوديه على النار، واخد بهاراته واخد كل حركاته، وهنوديه على طول على النار كده اهو. ونقلب بقى يا باشا، قلب 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 قلب. اول ما تلاقيها طلعت فقاقيع كده وبدأت تتقل، هتجيبي حبة جبنة وتروحي حطاها ايه على البشاميل بتاعتك. بصي والله بتوديها في حتة تانية. تحفة 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 جدا. هتحطي عندك جبنة موتزاريلا تحطي، عندك جبنة رومي تحطي. انا حطيت جبنة رومي. بصي هنا الخطوة بتاعت الهاند بلندر دي مش مهمة خالص. لو انتي خلاص بالمضرب اليدوي يعني عملتي الخليط وكده مش مهمة خالص. بس انا حابة ان مفيش اي تفاصيل تبقى في البشاميل، يعني مفيش حتة جبنة تطلع سليمة. انا عايزة التست بتاع الجبنة من غير ما تظهر الجبنة نفسها. جبت هنا بعد ما خلاص خلصت وخلاص قربت اطفي عليها، حطيت حتة سمنة بلدي وكمان مكعب زبدة. هنقلب كويس خالص لحد ما الخليط ده يمتزج معانا كويس. وبصوا انا اديتها ضربة هنا اهو كده بالهاند بلندر. عايزة اقول لكم هنا كنت بحكي لكم واقول لكم تعالوا شوفوا احنا بنرص المكرونة ازاي، والخطوة اللي انا بعملها في رص المكرونة بتغير من طعم المكرونة، بتوديها لحتة تانية جوسي كده. تمام. اهي التركية اللي انا بقول لكم عليها. هنا ايه دهنت بقى الصينية بتاعتي بالسمنة، وبعدين رحت جايبة حوالي كده كوباية من البشاميل ورحت حطاه على المكرونة. حلو الكلام. بعد ما حطيته على المكرونة قلبته، جبت شوية لحمة مفرومة وقلبتها، حطيت نص المكرونة. تمام. وبعدين حطيت طبقة بشاميل اللي هي نزلت تحت اتصفت. نزلت بقى باللحمة المفرومة، هنوزعها كده اهو على الصينية، وبعدين هننزل بباقي كمية المكرونة. وفي الوقت ده كانت حصلت الكارثة. كانت فرن الأنبوبة خلصت والولاد عايزين يتغدوا. فانا رحت بقى عملت ايه، شلت شوية مكرونة حطيت عليهم لحمة مفرومة واديتها لهم اتغدوا لحد ما اتصرفنا في موضوع الأنبوبة. حطيت بقى ايه البشاميل كده، ولازم تغطي، لازم تسقطي كده المكرونه، ما تفضلش طالعه لبره عشان لما هتتحمص هتنشف معاكي. الوش لازم يكون املس زي ما انتوا شايفين. حطيت الصينيه بتاعت المكرونه وطلعت اهي اللهم بارك زي العسل وجوسي. ومش عارفه اقولك على التركات اللي انا عملتها طلعتها جميله. ميه البصل في البشاميل، وكمان لما تيجي تقلبي المكرونة مع البشاميل واللحمة المفرومة. تمام. شايفين الجمال؟ يلا بقى تعالوا على المواعين. وطول ما قلنا مواعين يبقى قلنا بقيات صالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقى انا كنت عايزة اخلص المواعين بسرعة عشان خلاص التدريب بتاع عبد الرحمن المفروض ان هو يروح التدريب بتاعه النهارده. فانا طبعا بقى عشان يعني عبد الله في الشغل وكده، فانا اللي بنزله اوديه التدريب وارجعه كمان من التدريب تاني. فهنا بقى ايه كنت عايزه اخلص بسرعه
عشان احط الحاجة في الغسالة واشغلها قبل ما احط لهم الغدا. وبعد طبعا ما احط لهم الغدا على طول هنقوم نلبس عشان ننزل التدريب بتاع عبد الرحمن. هو كان الساعة 3. شطفت كده المواعين كلها واللي كانت عندي وجبت الحاجات اللي في الحوض التاني وخلاص خلصت كله كده. وبقيت بقى اخد من اللي هو المشطوف ده واروح احط على طول في الغسالة. بس قلت هنا في حاجات بقى اللي هي مكان البشاميل ومكان السمنة وكده، دي لازقة عايزة مية سخنة، فلازم تتعبى وتتساب شوية. فانا عبيتهم كده اهو وسبتهم شوية، وعبيت كمان الحلة التانية دي وهسيبهم شوية لحد ما اخلص اللي ورايا. وبعدين لو قدرت ان انا ارجع لهم تاني تمام، لو ما قدرتش بقى بعد ما ارجع ان شاء الله باذن الله بعبد الرحمن من التدريب يبقى اعملهم. تمام. عبيتها كده اهو، قلت اكسب وقت. جيت هنا بقى الكاتل بتاع القهوة ده جميل وبيعمل القهوة تحفة تحفة، يعني بيعملها بوش كده اوعى وشك. يا سلام بقى على كوباية قهوة مع مكعب شوكولاتة الصبح كده، يا بيدي باور تحفة. المهم غسلته كده عشان كنت عاملة فيه قهوة تركي باللبن، فاللبن عمل شياط كده فيه وكده، فانا غسلته ورجعته في مكانه. هنا بقى كنت بعبي غسالة الاطباق، خلاص خلصت. وكان فاضل لي بس ان انا الخطوة دي، وكان فاضل لي خطوة تاني في المطبخ هي اللي انا كنت مظبطة نفسي على ان انا هعملهم قبل ما اطلع احط الغدا للولاد عشان نتغدى وننزل على طول. رصيت بقى زي ما قلت لكم، لازم لما تيجي ترصي الحاجة في غسالة الاطباق ترصيها مايلة. هترصيها مش مايلة او فيها اكل، يعني لازم ترصيها ما فيهاش اكل ولا فتفوتة اكل حتى، وترصيها مايلة. لو حطيتيها فيها اكل ومش مايلة هتطلع لك زي ما هي ولا كأنك عملتي حاجة. حطيت المسحوق بقى ورحت مشغلة عليها، ورحت هنا بقى الصيدلية بتاعتنا. لميت كل الادوية اللي في البيت عشان انا بحب اخصص لهم مكان كده يتحطوا فيه مع بعض. ورحت بقيت اشوف بقى الحاجة اللي خلاص انتهت او فكست خلاص، اشيلها على جنب. والحاجات اللي هي لسه ليها تاريخ صلاحية كنت بسيبها. تمام. شلت بقى هنا مكان ما بنيجي ندي الدواء، كنت بدي في الغطا الفترة اللي فاتت دي اللي كنا بنوضف فيها البيت، فكانت الدنيا مربوكة وكده، فلا طبعا المنظر بقى مش حلو. والدواء بقى كده من بره على العلب، منظر مش لطيف كده. وانا حبيت ان انا انضفه، مش بحب المنظر ده على علب اللي هي الادوية. بصوا بقى دي مية سخنة، وانا بقيت كده اغسل بالفرشة واشيل بقى الازايز بس اللي انا عايزة الاسم بتاعها يبقى مكتوب عليها. ولكن الازايز التانية اللي هي انتهت او فاضية وانا محتاجاها وبغسلها عشان خاطر اشيلها، دي هسيبها في المية عشان عايزة اطلع الورقة اللي عليها. تمام. انا كده اللي انا بطلعه ده كله مش فاسد وتمام يعني شغال، وهنخليه على جنب كده عشان نخصص له رف ونحطه فيه. اما اللي هسيبه في المية ده انا هسيبه كده منقوع عشان اطلع الورقة بتاعته، لان انا محتاجة الازايز دي وهقول لكم ليه انا محتاجاها. تمام يا حبايبي. هنسيب كده الحاجة كده زي ما انتوا شايفين، وهنطلع بقى نلبس عشان نروح التدريب. هنا كان عبد الرحمن لبس وانا كمان لبست وطالعين بقى رايحين التدريب بتاع عبد الرحمن. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. ركبنا زقزقة كده ونزلنا بقى رحنا للتدريب بتاعنا، والمدرب اهو كان مجمع الفريق وعمال يشرح لهم وبيدربهم وكده. دلوقتي بقى هسيبكم واقول لكم تصبحوا على خير، وعايزاكم بقى كلكم تحطوا لايك كتير على الفيديو عشان الفيديو يترفع وناس كتير تشوفه. وكمان ما تنسوش كومنت الجميل اللي بيفرحني.